بسم الله. بسم الله. شوية دول فكوا حطوهم. الجميل بتاعنا بيعمل لنا ايه؟ حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بعمل لك شوية مهلبية. تسلم ايدك يا حبيبتي. ولا احطهم لك اخليهم رز بلبن ولا عايز مهلبية؟ لا خليها مهلبية يا حبيبتي. خلاص اي حاضر. حاجه من ايدك تبقى حلوه. حاضر. مش محتاجه اي مساعده. لا يا حبيبي متحرمش منك اهو، بس اللبن يغلى بس هحط عليه النشا مم. شوية السكر بقى والحاجات دي كلها. طب بس عم اقلبهم عند مكان. خليك يابا خليك، انا مستنية بس اللبن يغلى. ماشي يا حبيبتي. ممكن اقول لك على حاجة؟ قول يا بابا. هو انت ليه دايما بتساعدني في المطبخ وبتعمل معايا الاكل وتروق معايا، رغم ان انا بقدر ان انا اقف على رجلي وان انا اقدر اساعد نفسي واحده واحده يعني وكده. يا ستي انا بحبك ومتجوزك عشان بحبك، والجواز مشاركه، ايدي على ايدك هنساعد بعض، بس كده. ممكن اقول لك حاجه تانية بس قولي. متزعلش مني قولي. وتحاول تفهمني؟ افهمك. بس مش هنزعل من بعض، وعد. وعد. طب هو انت يعني في جوازتك ليه يعني؟ انت مغصوب عليا او حاجه؟ او انت مثلا يعني انت بتشفق عليا يعني؟ ان انا بتكلم اقصد يعني ان انا في اعاقة في رجلي وفي اعاقة في ايدي ولو جبنا اولاد يعني هيبقى صعب ان انا اربيهم شوية ويعني واحدة واحدة معايا. بس طب انت راضي ومبسوط وبتفتخر بيا قدام الناس وبتعاملني حلو، يعني بتعاملني حلو والكلام ده كله عشان انا صعبانة عليك وبتشفق عليا ولا؟ طب على فكره الكلام ده هيزعلني. أنا مش انا قصدي ازعلك بس بصي انا متجوزك عشان بحبك، عشان روحك الحلو، عشان اسلوبك وتربيتك كويسه، مش عشان اعاقه ولا الكلام ده. انا لما شفتك اول مره شفتك فيها، لما كنت خارجه من الكليه في الكافيتيريا اللي قدام الجامعه، وقابلتك فيها، ومن ساعتها وانت ايه دخلت دماغي وعجبتيني. ولما جيت الباب من باب، وجيت اتقدمت لك وجبت اهلي كانوا معارضين، بس لما انا اتكلمت معاهم وعرفتهم الدنيا ماشيه ازاي معاكي، وانت ايه وافقوا كله. وانا واخدك عن حب، مش متجوزك كده وخلاص. انا عارفة ان انت مش مخليني محتاجة حاجة ومش مقصر معايا في اي حاجة، بس انا بس بسأل عشان خايفة ان انت تكون حاسبها لنفسك جوازة وخلاص، ان انا يعني بصي هي صعبانة عليا عشان كده اتجوزتها وممكن تكون في بالك ان مكانش حد هيوافق بيا. انت ست البنات كلهم، وبص والف راجل يتمناكي عشان تربيتك واسلوبك واحترامك. بس انا برضو مقصرة معاك في شوية حاجات. اوقات انا جيت بعمل اشتكيت. شغل البيت بالعافية وبعمل رد الاكل عليا. بالعافية وبعمل كل حاجة بالعافية. طب انا هقطعك. انا جيت اشتكيت. رد عليا. جيت اشتكيت في يوم من الايام. ما اشتكيتش، بس انا بسألك عشان تقولي اللي جواك بصراحة، او ممكن تكون انت زعلان او حاجة. ولا زعلان ولا اي حاجه. انت وجودك في حياتي نعمه والله، وانا مبسوط ان انا اتجوزتك وبحبك على فكره، وعمري ما هقدر اعيش في الدنيا ديت من غيرك. وربنا يحفظك ليا ويخليك ليا يا ست البنات. يا رب ما تحرمش منك ابدا. وطول ما وربنا انا يخليك ليا نور عيني. وطول ما انا عايش على وجه الارض لحد ما اموت، هفضل اساعدك واعمل معاك كل حاجه، واشاركك كل اهتماماتك كمان، حتى في المطبخ هاجي اعمل معاك الاكل كمان. والله انت احسن زوج في الدنيا، وكفايه بس روحك الحلوه ونيتك الصافيه وقلبك الطيب بس وعد. وجدعنتك معايا. بس عايزك توعدي وعد، الكلام اللي انت قلتيه ده تاني ما يتكررش. حاضر. ماشي؟ عشان مش عايز ازعل منك خالص، وانا عمري ما بقدر ازعل منك. حاضر. ماشي. طب يلا بقى، اللبن هيفور والكلام هياخدني. هات كده اللبن ماشي. النشا ديت احطها بس لك. بقى الاطباق دي عم تكون عملت. طب ماشي هحط لك لا استنى بس شويه عشان هنحط السكر الاول. السكر. ما ايوه. اعرفش، هتعلم منك برضو. استنى بقى، في هنحط بقى هات واحد ولا اتنين؟ هنحطها في اتنين يعني. ماشي يا ستي، انا هعمل كده هنا. لا هنحطها في اللبن اكيد يعني. ماشي.
بسم الله. قلبه كويس. طب المعلقة فين؟ انت واخدة المعلقة؟ ثانية اجيب لك معلقة تانية. على مهلك على مهلك يا جماعة، حاسبي حاسبي حاسبي. تعالي اقفي جنبي وقولي لي انا اعمل ايه وانا اللي هعمل، ماشي؟ ماشي. ماشي. قلبه كويس. النار اتطفت على فكرة. هات أما والله، هاتي الولاعة هاتي. حاسب ايدك. ست ما تخافيش، بيقول الحمد لله على أي حاجة. الحمد لله. ايه تاني هتحطيه هنا؟ هحط السكر بقى. السكر ثانية طبعا، واحدة خلي بالك. اجيبهولك. على علمي، هاتي كده. ايه قد ايه؟ حط شوية حلوين كده وهندوق. بالبركة. كفاية. بس تعالي كده نقلب. هتعلم منك المهلبية وابقى أحسن منك. شرف ليا. يا حبيبتي انت بصي، انت هنا رقم واحد حتى في الأكل كمان.